السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي واخواتي احسن ناس في الدنيا، طلاب تانية ثانوي في جمهورية مصر العربية. النهاردة معانا التقييم الاسبوعي للاسبوع الثاني لغة عربية الصف الثاني الثانوي. تعالى مع بعض نبدأ الابيات واحدة واحدة، وعايزك تتمزج معايا بقى واحنا بنقرا الابيات. قال الشاعر: كتمت الهوى وهجرت الحبيب يا عيني، وأضمرت في القلب شوقا عجيبا. وأضمرت يعني أخفيت. البيت التاني: ولم يك هجري يهي عن بغضة، أنا ما بعدتش عنها عشان أنا بكرهها، ولكن خشيت عليه العيوبة، خفت أحسن حد يجيب سيرتها، واللي يجيب سيرتها قطع لسانه. البيت التالت: سأرعى وأكتم أسرارا وأحفظ ما عشت منه المغيبة، أنا هحفظ كل حاجة ما بيني وما بينه. لعمري لقد كذب الزاعمون أن القلوب تجازي القلوب، دول كذابين، القلوب مش بتجازي القلوب. ولو كان حقا كما يزعمون لما كان يكفو حبيب حبيبا. الله، وكيف يكون كما أشتهي حبيب يرى حسناتي ذنوبا. شايفة ان الحسنات اللي بعملها ذنوب، دي عمشة ما بتشوفش. يلا نكمل. السؤال الاول: البيت الذي عبر فيه الشاعر عن رفقه بالمحبوب، لينه بالمحبوب. عندي التاني الرابع الخامس السادس. تعال نقرا مع بعض البيت التاني. ولم يكن هجري يهي عن بغض، انا ما سبتهاش عشان انا بكرهها، لا، لكن خشيت عليه العيوبة، انا خفت عليها، انا مش محتاج اكمل. كلمة خفت عليها دي لوحدها تديني الاجابة. البيت التاني: ميز نوع الاسلوب في البيت السادس. بيقول: وكيف، كيف اسلوب انشائي. نوعه يا مستر استفهام. وكيف يكون كما اشتهي، ازاي تبقى زي ما انا عايز. حبيب يرى حسناتي ذنوبا، ازاي تشوف الحسنات بقى، عارف انت اللي هو انا متعجب ازاي شايفاني كده. اسلوب انشائي استفهام غرضه التعجب. السؤال اللي وراه: ميز، استنتج من الابيات السابقه سمتين من سمات الغزل العفيف. الغزل العفيف يتميز بالتعفف. رقم 1: تعفف عن المفاتن الجسديه للمراه. رقم 2: يتميز بانه لا يخدش الحياء. عارف انت، غزل نظيف، يبقى التعفف ولا يخدش الحياء، وممكن نقول بقى حفظ العهد والتغني بالحب الى اخره. يا ريتك تكتب ورايا. السؤال اللي وراه بلاغه. الله 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 الله، انا بحب البلاغه قوي. بص بص: لا تحلفن على صدق ولا كذب. اوعى تحلف ولا صدق ولا كذب، ما تحلفش خالص. انا يا مستر شايف ان ده اسلوب انشائي نهي، اهو جايب لي نهي اهو، عايز اعرف غرضه ايه. التمني غلط. عارف ليه؟ لانه هنا مش بينهي غير عاقل. لو الامر والنهي الغير عاقل يبقى التمني. الرجاء والاستعطاف لا برضه، ده انا بديله نصيحه ليه هو، ولا توبيخ، انا ما بشتموش. النصح والالتماس. قال الشاعر: البيتين دول جامدين قوي وفيهم غرض هيعجبك قوي، ركز معايا. حب السلامة يثني عزم صاحبه عن المعالي ويغري المرء بالكسل. حب السلامة، ان الانسان عايز يبقى سليم في الحياة، يثني عزم صاحبه، بيكسل بيكسل. بص اللي جاي بقى: فإن جنحت إليه، لو انت هتروح للكسل، فاتخذ نفقا في الأرض أو سلما في الأرض فاعتزل الناس. عارف انت، خد نفق في الأرض وامشي فيه وابعد عن الناس. ده أسلوب إنشائي، أمر، ولكن غرضه مش نصح ولا إرشاد. ده بيقول له اتخذ نفقا في الأرض. تحسه بيسخر منه، تحسه بيعجزه، لأنه مش هياخد نفق في الأرض. أنا شايفه التعجيز مع السخرية، الاتنين مع بعض، ولكن الأولى فيها هو التعجيز. ثالثا النحو. ركز بقى يا قلبي، هو هنا بيقول لي: ما أضيق العمر لولا فسحات الأمل. عايز أعرف نوع ما إيه. أول حاجة لازم تعرف نوع الأسلوب. ما أضيق، ما أفعل، أسلوب تعجب.
وطالما اسلوب تعجب تبقى ما تعجبيه، وما التعجبيه اسم نكره. ما التعجبيه مبنيه في محل رفع مبتدا. السؤال اللي وراه: مصر اعظم حضاره. ما اعظم حضاره مصر. عايز اعرف يا مستر اعراب كلمه اعظم ايه في الجملتين ونوعها. بص يا قلبي، التانية ما اعظم تعجب، تعجب، ولما طالما تعجب تبقى فعل. الاولى مصر مبتدا، اعظم ده اسلوب تفضيل. اعظم هنا اسم على وزن افعل، فبالتالي ده اسم تفضيل. طب يا مستر بالنسبه لاعراب كلمه حضاره، الاولى مصر اعظم حضاره تمييز منصوب. عارف انت تعرفها ازاي؟ حط ما بين اعظم وحضاره في، لو مشيت تبقى تمييز. مصر اعظم في الحضاره تمييز. اللي جايه عشان جايه بعد ما افعل تعرب مفعول به. اللي وراها عايز اتعجب من تعاونه. ارجع للمصادر في الترم الاول. تعاون 5 حروف، المصدر منه هو نفس الكلمه بس ضم الحرف اللي قبل الاخير، يعني تعاون ما اجمل تعاون. طب دي غلط ليه؟ عشان ما ينفعش ما وبه مع بعض، لا يجوز. انت كده جبت الاسلوبين. طب بالنسبه لكلمه معاونه، لا دي جايه من الفعل الماضي عاونه. الاجابه هنا رقم الف. السؤال اللي وراه بعد ما تقرا هتلاقي ان الصالح نجم الدين ايوب كرم الشيخ العز بن عبد السلام. الاجابه بتاعتك هتكون في القطعه. نخش بعدها يا قلبي على النموذج الثاني في التقييم بتاعك رقم ب. احنا لسه قاريين الابيات من شويه، نخش في الاسئله على طول. ايه الصفه اللي وصف بيها الشاعر محبوبه في البيت السادس؟ بيقول في البيت السادس: وكيف يكون كما اشتهي حبيب يرى حسناتي ذنوبا. حبيب شايف الحسنات بتاعتي ذنوب. انا بصراحه مش شايفها الانصاف، لان كده هو مش عادل ولا نفاق، ما جابش سيره حاجه زي دي. انا شايفها الجور، والجور يعني الظلم. هي شايفه حسناتي ذنوب. السؤال اللي وراه: ميز نوع الصوره في البيت الاول. اضمرت في القلب شوقا. ايه ده يا مستر؟ هو من امتى الشوق بيخفى؟ الشوق ده مش شيء مادي، تبقى استعاره مكنيه. صور الشوق بشيء مادي يخفى، ليس التشبيه لانه ما شبهش حاجه بحاجه. السؤال اللي وراه بيقول لي استنتج علاقه البيت الخامس بالبيت اللي قبله. البيت الرابع بيقول: لعمري لقد كذب الزاعمون ان القلوب تجازي القلوب، ولو كان حقا كما يزعمون لما كان يكفو حبيب حبيبا. علاقته بقى بالبيت ده الخامس باللي قبله. بص كده، هو بيقول هم كذبوا ولو كانوا حق. هو بيأكد البيت اللي قبله. لو جيت ركزت كده مفيش تفصيل، لأنه مش بيقسم ومش بيكذب ولا فيها تعليل لما قبله. هو بيأكد إن هم كذابين، فالإجابة تكون تأكيد. خش على السؤال اللي وراه. قال الشاعر: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي. امرؤ القيس بصبح وما الإصباح منك بأمثال. عايز أعرف الغرض من الأمر. هو بيقول لليل انجلي، والليل ده غير عاقل، وطالما الأمر موجه لغير عاقل قولا واحدا غرضه التمني. السؤال اللي وراه وركز فيه على قد ما تقدر. قال الشاعر: أروني بخيلا طال عمرا ببخله. وريني بخيل واحد بس عمره طال ببخله. وهاتوا كريما مات من كثرة البذل. مش هيلاقوا ده ولا هيلاقوا ده. مفيش إنسان كريم مات بسبب العطاء. ده أسلوب إنشائي، أمر غرضه التعجيز. هو بيعجز الناس، زي ربنا سبحانه وتعالى لما قال في القرآن الكريم: قل هاتوا برهانكم. مش هيقدروا، فده تعجيز. السؤال اللي وراه: ما أفضل الأخلاق؟ الصدق أفضل الأخلاق. نوع أفضل. الأولى فعل لأنه أسلوب تعجب. الثانية اسم تفضيل، مبتدأ وخبر. الإجابة رقم ألف. ما أفنى الإنسان؟ بذمتك في حاجة اسمها كده؟ ما أفنى؟ أفنى ده فعل يدل على الهلاك.
غير قابل للتفاوت، فبالتالي لا يجوز التعجب منه. السؤال اللي وراه: ما أحسن الصادق؟ الله، أحسن حد في الدنيا الصادق، ما تعجبية. السؤال اللي وراه: ما أحسن المنافق؟ أنا ما أقدرش أقول ده تعجب لأن المنافق ده مش حد كويس، فأنا بقول ما أحسن المنافق، ما أحسنه، وتبقى ما نافية. السؤال اللي وراه: بعد ما نقرا القصة هنلاقي إن الشيخ العز بن عبد السلام وهو خارج كان يوم مشهود في دمشق، كل الناس بتودعه، وده إن بيدل على مكانة الشيخ العز بن عبد السلام. السطر الأول. تعال نخش بعدها على القطعة الثانية. صلي على رسول الله وركز معايا عشان احنا لسه قارينه، نفس الأبيات اللي قرأناها في نموذج ألف وب. تعال نشوف مع بعض السؤال. هات من الأبيات ما يدل على أن الشاعر يخفي شوقه في قلبه. يخفي؟ لسه كنا بنشرح من كام دقيقة بنقول وأضمرت أخفيت، أضمرت أخفيت. الإجابة رقم ألف. السؤال اللي وراه: سأرعى وأكتم أسراره. الله، هي الأسرار دي بتكتم؟ هي الأسرار شيء مادي بيحفظ، وطالما بيضحك عليا في التعبير دي استعارة مكنية. صور الأسرار بإنسان يرعى بشيء مادي يكتم. السؤال اللي وراه: في البيت الأخير نوع الأسلوب لسه قايلينه من شوية، كيف يكون؟ أسلوب إنشائي استفهام غرضه التعجب. السؤال اللي وراه: ألا أيها الليل، مش احنا لسه حالين تقريبا السؤال ده؟ يبقى هو متكرر بقى. ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، بيأمر الليل، يبقى تمني. السؤال اللي وراه لسه برضو قايلينه، أريني جوادا مات هزلا، أرى ما ترين أو بخيلا مخلدا. أسلوب إنشائي أمر غرضه التعجيز، لأن أنا مش هقدر أشوف إنسان كريم مات بضعفه، مش هقدر أجيب إنسان كريم مات بسبب اللي هو عمله، فده أسلوب إنشائي أمر غرضه التعجيز. السؤال اللي وراه: أيها الصديق، لسه قايلينه من شوية، المتعجب منه الكاف بعد ما أفعل. يعلو الإنسان بتواضعه. عايز أتعجب من الجملتين، ركز معايا على قد ما تقدر واحدة واحدة. يعلو الفعل الماضي منه علاوة، عايز أتعجب منه. كل اللي احنا هنعمله على قد ما تقدر ركز. أعظم بتعالي، غلط، غلط لأنها جاية من الفعل تعالى. أعظم بشدة إعلاء، غلط، أنا أتعجب منه بطريقة مباشرة عادي لأنه ثلاثي. الإنسان أعظم، مفيش أسلوب تعجب أصلا. الإجابة أعلي بالإنسان. مستر طب أنت شلت اليه ليه؟ ليه يا أستاذنا شلت اليه؟ لأنه فعل ماضي جاء على شكل الأمر مبني على حذف حرف العلة، زي كلمة أسمي، أنمي، لازم أشيل حرف العلة. الأخ سند عظيم، عايز أسلوب تعجب قياسي. ما أعظم، ما أجمل، ما أروع الأخ سندا. وخد بالك كلمة سندا هنا إعرابها تمييز. طب عايزها مستر سماعي، هقول يا لسند الأخ، أو هقولها يا للأخ سندا. المهم إن أنت تخليها يا لا كذا، يا لا جمال الطبيعة، يا لا سند الأخ. السؤال اللي وراه قصة. قطز اتعلم من الشيخ العز بن عبد السلام أن النعمة لا تدوم إلا بالشكر، فإذا كان هذا حال النعمة الراهنة اللي في قبضة اليد، فما ظنك بالنعمة اللي هي في الغد؟ اشكر ربنا على النعمة عشان يزيدك. بص السؤال، بص السؤال. تلقي الفقرة الضوء على إحدى الوسائل اللي بتعين الإنسان إنه يحدد أهدافه، وهي إنه يشكر ربنا على النعمة. شكرا ليك يا قلبي، أشوفك في التقييم اللي جاي الأسبوع الجاي على خير إن شاء الله. أي حد فيكم محتاج حاجة ما تنساش تعمل سبسكرايب، مش عارف أقولها، ولايك للقناة بتاعتنا. أشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.